السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوتي الكرام. في عندك تعطيل، عندك أمور معطلة في حياتك، شغلك واقف، أولادك ما تزوجوا، زوجك عاطل عن العمل، أمراض، أسقام، ديون، هموم، كروب. في عندكم هاي الأمور. يعني تنظري إلى الأولاد معطلين لا يعملوا، لربما ما في زواج، لربما كبروا ما شاء الله لا ينقصهم شيء. طبعا نحن نتكلم من واقع نعيشه، وقصص آلاف القصص نزلنا على القناة إن شاء الله. هناك جروب على التليجرام يتكلم عن قصص المستغفرين بأنفسهم الذين يتابعونه، فنحن نتكلم من حقيقة نعيشها، مش من كلام فيه تنظير. فهذه الذنوب، نعم هذا التعطيل سببه ذنوب. إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. إن أحدكم لا يحرم الرزق، الزواج رزق، الصحة رزق، المال رزق، الحياة الطيب الكريم رزق. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الله جل في علاه يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طبعا لا يروقك أن زوجك أو زوجتك يعني لا تؤدي واجبها، إن كان في البيت مشاكل، يا أخي سمي ما تشاء. أولادك معطلين لم يتزوجوا، ما في بيت، ما في أرض تعمر عليها. طب كيف بدها تمشي هذه الآية مع هذا التعطيل؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كيف بدها تمشي؟ إذا هناك الذنب، هذا الذنب الذي لم تعر له انتباه، هذا الذنب نعم إنها الذنوب، إنه الكلام، إنها الغيبة والنميمة، إنه السب والشتم، إنه الرياء، إنه الأنا هذه الذي ترى نفسك أكبر من الناس. زكيت نفسك، نعم زكيت نفسك، أعطيت لنفسك شهادة، أعطيت لنفسك شهادة. والله جل في علا لا يقول: لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. فأنت يعني بهذه الذنوب التي اقترفتها، ربا، غيبة، نميمة، سب، شتم، قطيعة أرحام، رياء، نفاق، كذب، سرقة، زنا، إباحيات، ذنوب وخلوات، أن تتعالى على الناس، أن تظن أنك خير من الناس كما قالها إبليس: أنا خير منه. أن تظن إن علمك اكتسبته أنت. والله جل في علاه يقول عن قارون: إنما أوتيته على علم فخسفنا به وبداره الأرض. إخوتي الكرام، إن أحدنا، أو الحديث يقول هكذا: إن أحدكم لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم من سخط الله 70 خريف. والرسول عليه الصلاة والسلام يمسك لسانه ويقول: يا معاذ امسك عليك هذا. قال: يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوهها في جهنم إلا حصاد ألسنتها. اسمع لهذا الحديث عشان تعرف هذا الكلام الغيبة والنميم. بتتكلم على جارتك، بتتكلم على المعلمة في البيت، في المدرسة، في الشغل، بتتكلم على أهلك، على زوجك، بتتكلم من ظهره. غيبة، هاي غيبة، هو مش موجود أنت تستغيبه. وأنت تكلمت بما فيه، يعني هو هذه صفاته، وأنت قلت أنه بخيل، هو صحيح بخيل، هذه غيبة. والنميمة عندما تنقل كلام لتضرب الناس بعضها في بعض، هذه النميمة لا يدخل النمام الجنة. والغيبة عليها كل هذا التعطيل الذي تراه. نعم هذه الذنوب يعني يحولها الله جل في علاه لا ديون ولا هموم ولا تعطيل زواج، أولادنا لم يتزوجوا، ما فيش أرض، ما فيش أمار، الحاكم متسلط، حروب، تشريد، تقتيل. كل هذا الذي تراه إنها ذنوب. تعددت الذنوب، منها ربا، منها إباحيات، منها سب وشتم، منها أكل حقوق، منها ظلم، منها عري، منها تكشف، منها سمي ما تشاء من الذنوب. أدرنا ظهرنا لله. ما العمل؟ طب أنا عندي أولادي معطل أمورهن، أولادي ولا مفرقة معهن، مش هممهن. وين المشكلة؟ الله يريد أن يصيب الأم والأب. الأولاد مش مفرقة معهن، عايشين بقول لك أنا مبسوط، بديش أتزوج أو بديش أشتغل، أو ولا بدي أتزوج ولا بدي أشتغل ولا بدي أعمل ولا شيء، مش مفرقة معه، داير يعني هكذا. الله يريد أن يعاقب الأم والأب.
الله هذا ماذا فعلت؟ أنا كنت ملتزم وحجيت واعتمرت وأصلي وأقوم ليل والحمد لله رب العالمين، لكن كان بيننا وبين الله ما كان. فظننت إني على خير، لكن أنا بتكلم عن نفسي. أنا قصتي نعم نزلتها يعني مش قصتي، إن في القناة يعني أكثر من 1200 درس، 1200 درس كافيات وافيات، اكثر من 850 درس فقط عن الاستغفار، و450 تقريبا 500 درس عن سورة البقرة. ماذا وجدنا، كيف عشنا، كيف طبقنا آية، بلغوا عني ولو آية، فلزمنا الاستغفار بالليل والنهار. فماذا حدث؟ انقلبت الموازين، تغيرت الحياة. الذي كان عنده تعطيل في الزواج زوجه الله، زوج أولاده. الذي كان عنده تعطيل في أرض ما لم يحصل عليها مشاكل حكومية انحلت المشاكل. الذي كان عنده عسر في الإنجاب الله رزقهم للولد. نعم سنين، كلهم قصص موجودة. في عنا قصص موجودة، في عنا قناة تبث تنشر القصص، وأنا أنزل هذه القصص. وهناك جروب على التليجرام، من لا يوجد عنده جروب تليجرام فليدخل على التليجرام ويطلب الرابط، سيكون الرابط في صندوق الوصف، يعني بالتعليق الأول في هذه القناة. يعني عندما تنزل الحلقة بالتعليق الأول ستجد قصص المستغفرين على جروب التليجرام. هناك قناة تنشر على الفيسبوك واليوتيوب كمان، وقناتي التي فيها أكثر من 1200 درس. نعم كله نتكلم عن الاستغفار. قصص المستغفرين في جروب التليجرام، أو في قناة خاصة فقط للقصص، يعني أصحاب القصص يرووا قصصهم بألسنتهم، فتسمعهم يقولوا ماذا حدث معهم بالاستغفار، كيف غير الله أحوالهم، شفاء من أمراض مزمنة ولدوا معها. يعني ولد فلان مع مرض مزمن، ربو مثلا، أو سمي ما تشاء من أمراض، ذئبة حمراء، سمي ما تشاء. فعندما لزموا الاستغفار انقلبت الأمور. يعني بتحكي على ناس عمرها كبيرة ومن منذ الولادة وهي في الربو، أو أسحار، أو عيون، أو سمي ما تشاء من ذنوب، من تعطيلات. فعندما لزموا الاستغفار، لماذا الاستغفار؟ لماذا ليست قراءة القرآن؟ لماذا ليست الحوقلة؟ لماذا ليست أي شيء من الأذكار؟ لأنه إخوتي الكرام، الله جل في علاه يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مش وهم يقرؤون القرآن، نقرأ القرآن ونصلي ونصوم وننعج، لكن العذاب لن يصيب مستغفر. شوفي للمستغفر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. الضيق سيجعل الله لك من هذا الضيق مخرجا. ومن كل هم، اولادك ما تزوجوش، مش ملاقي قطعه ارض، مصالحك معطله، امورك معطله، الناس بتحبكاش، جيرانك عليك، كل الدنيا مسكره بوجهك، الله سكرها عليك بذنوبك. ومن كل هم فرجا، هذه الهموم سيفرجها الله عليك. ورزقك، حقا على الله أن يرزقك من حيث لا تحتسب. أنت عندك راتب في المدرسة مثلا، أنت عندك راتب من تجارتك، سيأتي الرزق من حيث لا تحتسب ولم يخطر على بالك. هذا وعد عشان تعرف إن الآيات، عندما تعيش الآية ستعرف عظمة الله جل في علاه. نعم عندما يعطينا الله ويفتح الله علينا. شوف في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا غفر الله لك ألا أنت المغفرة؟ وهذا حقيقة، يعني مش ما إحنا لا، أخوك أبو أحمد لا يتكلم كلام، نحن نعيشه آلاف عشرات آلاف القصص. يرسل السماء عليكم مدرارا، سيمطرك الله لو بصحراء بعز الصيف، وقد أمطر ونزلنا القصص كلها. ويمددكم، وأمد الله هذه الأموال، ويمددكم بأموال وبنين. كيف تأتي البنين؟ مش بالزواج، مش عندما تزوج أولادك يأتوا البنين. فإن كانت أمورك معطلة، ما فيش شغل، ما فيش قطعة أرض، ما فيش أمور، كلها معطل، لا تستطيع الزواج، ما في مهر، ما في كذا ولا في شيء، هذا وعد من وعود الله في كتاب الله. والله لزوال الكون أهون عند الله من أن لا يحقق وعوده للمستغفرين. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا تعظم الله ولا تصدق الله؟ شوف في موقع آخر: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. شوف
لكن ليش؟ ما أنا بصلي وأنا بصوم وأنا بقرأ القرآن. الذنوب، لسانك، غيبة، نميمة، سب، ذنوب، خلوات، نعم، عينين، إطلاق بصر، نعم، محرمات، ربا، قروض ربوية، تعري، تكشف. راقب حالك أخي الكريم، تأخير صلاة، إدارة ظهرك لله، لا تعبد الله بمخافة. يعني أنت من العادة بتصلي عادي، بصلي العادي وبولي سب وشتم وقدح وأجلس على التلفاز، أشرك بالليل والنهار كان الله جل في علا غير موجود، وتركنا خلقنا عبثا. نعم، هذا هو الشرك، يحبط العمل. إنك عندما تظن إن هذه المنظومة الدولية تستطيع أن تفعل شيء، والله إن الله جل في علا هو الذي سلطهم علينا بذنوبنا ليسومون سوء العذاب. عندما نتوب سيرفع الله كل شيء. إذا أنت تبت سيرفع الله عنك هذا العذاب، سيعيد مسارب الرزق سيعيد لك الرزق ومسارب الرزق إليك تباعا كما وعد الله جل في علا. وما كان الله معذبهم ويستغفرون وإن العبد لا يحرم الرزق في ذنب يصيبه. كل هذه أحاديث صحيحة، كلها يعني سبحان الله، وآيات صريحة. ويا قوم استغفر ربك، وقلت أضرب في آية كمان غابت عني في سورة هود، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. كل الآيات التي تتكلم عن الاستغفار فيها رحمة. قد تكون حافظ لكتاب الله وأمورك معطلة، لكنك المستغفر لا يعطل الله له شيء، لأنه قمة التعظيم هي في الاستغفار، قمة العبودية هي في الاستغفار. فالثوب الوسخ أولى بالغسيل من التعطير، فثيابنا وسخة. نعم، حياتنا امتلأت بالذنوب، امتلأت في معصية الله، معاصي الله، ونظنها بلاء. لا، إنها العقاب. إنه البلاء. إذا أردت أن تبقى في بلائك فابقى، وإذا أردت أن تغير فعليك بالتوبة والرجوع ولزوم الاستغفار والصلاة بوقتها ومراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة. والله في ظرف صغير سترى أن أولادك تزوجوا، حياتك تغيرت، أمورك انشراح في الصدر، حياة ملؤها الأمن والأمان والطمأنينة. لا نتكلم والله من فراغ، والله الذي لا إله إلا هو. ادخلوا على جروب التليجرام، وهناك قنوات على اليوتيوب، على الفيسبوك، هناك أكثر من 17 أو 18 جروب حول العالم يتكلموا عن بلغوا عني ولو آية. تابع الأخو محمد حجازي. هناك أكثر من 10 قنوات نفس الشيء، قنوات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يتكلموا في نفس الموضوع، وهم متابعين لبلغوا عني ولو آية لأخوكم محمد حجازي. وهذا فضل الله علينا، والأمر كله لله، ليس لي من الأمر شيء. لا نزكي أنفسنا، بل الله يزكي من يشاء. نعم، عرفنا الطريق، في خارطة الطريق للاستغفار. الاستغفار مش عبث، لربما تمشي في الاستغفار يوم شهر ثم تنتكس، لكن الحمد لله رب العالمين هناك خارطة الطريق، كم نستغفر وكم نستغفر والمدة وكيف وماذا سيواجهنا وما هو أول عطاء الله جل في علاه مما وجدنا. عشنا الاستغفار فقد الله عنا ديون متراكمة سنين من التيه، نغير تجارة، نبدل أماكن عمل، ما تركنا شيء، والرزق قد كتبه الله في بطن أمي. لماذا هذا التخبط؟ إنها الذنوب، وأنت لا تعرف من الذي يرزقك. أنت لا تعرف، أنت تذهب لتأتي بالحرام وحرام ثم حرام ثم بالآخر لماذا الحياة معطلة يا أخي؟ تأتي بالقروض الربوية التي سيحاربك الله عليها، تشرك بالليل والنهار، تنسب إن هذه التجارة التي نجحت فيها لنفسك يا تاجر يا كبير يا قارون. أنت قارون هذا الزمان الذي قال إنما أوتيته على علم، أو تعلمت وأصبحت بمقام معين، تنسب فضل هذا الشيء لنفسك. أين الله جل في علاه؟ من الذي أوجدك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي فتح عليك هذه الأرزاق؟ من الذي كتبها وأنت في بطن أمك؟ علينا أن نعيد الفضل لله، فلا نشرك ونشكر. تعرف ما هو الشكر؟ إذا ما فهمت شو معنى الشكر، الشكر أن ترد فضل الله عليك لله. كل من نعمة فيك هي من الله، وتقول من فضل الله عمرنا، ومن فضل الله نأكل ونشرب، ومن فضل الله هذه الأرزاق تحل علينا، ومن فضل الله هناك
أولادي تزوجوا وشريت أرض وعمرت، كل هذا تتكلم بفضل الله بفضل الله، ولا تنسبه لشطارتك. إياك فيحبط عملك حتى لو استمرت التجارة. سيأتي اليوم ويكسر الله ظهرك، سيأتي اليوم ويسحب لك ولدا من أولادك، سيأتي اليوم ويقعدك مريضا لا تقوى على الحراك، سيأتي اليوم وتكون قد أزاح الله عقلك من رأسك. انتبه، لا تتمادى، توب إلى الله، أقبل على الله. والله أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد إن الحياة مع الله جميلة. لا تأخذ المصلين قدوتك، فهم مثلنا مثلهم كنا، ضايعين تايهين لا نهتدي سبيلا. حتى أطبق الله علينا كل باب ما زبط، خلص التجارة تعطلت، البنوك سكرت، ما حدا بده يساعدك. فتبنا إلى الله توبة صادقة، تركنا الذنوب، أقبلنا على الله بكلنا. والله فتح الله فتح بفضل الله والاستغفار الذي لزمناه بالليل والنهار. نعم، ستسمع قصص ب30,000 استغفار وهي مش كثيرة. والله من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، والذاكرين الله كثيرا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لسان وشفتين بدون صوت، خلي قلبك ينبض في الاستغفار ولسانك ينبض. استغفر الله استغفر الله. وتكون من الذاكرين الله كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. نعم، هناك كلام وقصص كثيرة جدا على القناة. قلنا أكثر من 1250 درس ما بين سورة البقرة والاستغفار، 800 درس فقط عن الاستغفار أو 900 حتى. سورة البقرة، لأن سورة البقرة هي عقلك المدبر. سورة البقرة هي التي ستهذب أخلاقك وتترتب أولوياتك، ويرزقك الله الحكمة والمعرفة والفهم الصالح، وتبقى زاهدا في هذه الدنيا راضي بما قسم الله لك، راضي رضاء بملء فيك وليس كلام. ستقول الحمد لله، والله إني أتقلب في نعيم لا يعلمه إلا الله. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله علينا، نرد الفضل لله ولا ننسب شيء لنا. نعم، لأنه إذا نسبت هذا الفضل لنفسك سيحبط الله العمل. إذا قال الله جل في علا للأنبياء ولئن أشركتم، أو للرسول عليه السلام ولئن أشركت ليحبطن عملك. أن تنسب فضل الله عليك بهذه التجارة وهذه الأولاد. ما شاء الله عندك 10 أولاد وتقول أنا الرجل أو أنا الفلان، هذا سيحبط عملك. والله سيأتي بك صاغرا ثم تدعو الله وتدعو الله وتدعو الله، وأيام مريرة تمر عليك، لربما تشريد كما يحدث من حولك، لربما تقتيل، لربما قصف من السماء وتهجير من البلاد. خلينا نتوب إلى الله ونراقب لساننا، سمعنا، بصرنا، ونقبل على الله بالاستغفار بالليل والنهار. سترى بشائر. والله إن الاستغفار درب مليء بالمسرات. والله الاستغفار يختلف عن كل العبادات. غاب عن الأمة الاستغفار، ما كان لهم خارطة الطريق في الاستغفار. كم نستغفر ولماذا نستغفر وبأي وقت نستغفر؟ ستجد هذا الكلام كله من خلال متابعة الإخوة. نعم، أنا بينت والإخوة يدلوك. هناك قنوات فتحت ببلغوا عني ولو آية. استغفار وسورة البقرة يتكلموا عن هذا الموضوع، ولا نترك الدين طبعا. فإن شاء الله يكون اللهم إني بلغت. إن هذه الذنوب حولتها علينا لهموم وكروب وتعطيل، وما في زواج ولا في أرزاق والأمور ومشاكل بيتية ومشاكل أسرية. ما نصدق إن نزوج البنت وإذا البنت راجعة في مشاكل. إلى متى؟ إنها الذنوب. كل واحد يراقب نفسه. إذا الزوجة مشاكل، يعني لما الله عمال يعطل لك زواج أولادك، معناها المشكلة فيك وفي زوجك. نعم، المشكلة فيك إذا أولادك مش هممهن الأمر. المشكلة فيك وفي زوجك. نعم، المهمومين على هذا الحال. إلى متى؟ المشكلة فيه. هذا ما فعلت، هذا الذي فعلته. عندما تعطلت أمور أولادي أنا شمرت، تبت إلى الله، عرفت إن أنا وقف. مفهوم؟ وهذا ماذا فعل المتابعين عنا، والحمد لله رب العالمين. هناك أكثر من 600,000 متابع من حول العالم، وملايين ساعات المشاهدة الحمد لله رب العالمين، وملايين المشاهدات، ساعات المشاهدة والمشاهدات الحمد لله رب العالمين. وهذا كله فضل من الله. انتشر الاستغفار بين مشارق الأرض ومغاربها كالنار في الحشيم. نتوب إلى الله
نلزم الاستغفار ونقبل على الله. من لا يوجد عنده قناة على التليجرام فليفتح قناة على التليجرام، يعني يفتح حساب على التليجرام، لأنه عندنا جروبات وفي عندنا الواتساب، فلا تدخلوا على أكثر من جروب واحد، لا تدخلوا، لأنه إحنا فتحنا أساس نستقطب أكبر عدد، وإلا المشرفين سيحذفوا. نعم، هناك أكثر من 17 أو 30 مشرف بفضل الله. فابدأ بالتحصينات بأذكار الصباح والمساء، امسك مسبحتك وابدأ استغفر، اترك الذنوب، هكذا تبدأ. رش البيت في الماء المرقي، شغل سورة البقرة يوميا داخل البيت من الموبايل، شغلها كل يوم، شغلها، اجعل لك ماء مرقي، رش زوايا البيت، زوايا الغرف، ثم ابدأ بالاستغفار والتوبة. نظف حالك من الذنوب وراقب الله، وابدأ اجعل صلاتك في وقتها، فإن كانت في المسجد أفضل وأفضل. نعم، حاول نظم حياتك إنك تكون مراقب لله، ولا تتكلم كلام يحسب عليك ويعطل حياتك. زين الأمور، بتحب تظلك في هذا الحال فأنت معطل، وإن أردت أن تغير غير كمان فكرك، كمان همك، واترك الناس بحالها، وأؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم كون مرآة لدين الله. إن نظر الناس إليك أحبوك وأحبوا دينك وأحبوا انتمائك وقالوا نعم نريد أن نكون مثلكم. ولا تكن من الذين إذا نظر الناس إليه قال سبوه وشتموه ولعنوه والعياذ بالله دينه الذي ينتمي إليه. نعم، فكن مرآة لهذا الدين لله جل في علاه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، الناس معطلة حياتهم بسبب ذنوبهم، هذا يتراخى في التدخين، وذاك يتراخى في الإباحيات، وذاك يتراخى في قطيعة الأرحام، وذاك يتراخى بالانبطاح تحت المشاهير ويضيع أوقاته كلها في كرة القدم، وذاك بالتدخين، وذاك بالحشيش، وذاك بالأرجيلي، وذاك بالعري، وذاك بالتكشف، وذاك في الأفلام الساقطة، أو القال والقيل والغيبة والحسد والحقد والأصحار، وأسمي ما تشاء. خلينا نتوب. ألا يكفي هذا الذل الذي تعيشه الأمة؟ بكفي. إذا أنت استقمت سيحييك الله الحياة الطيبة. ولو أطبق الأرض على السماء على من على وجه الأرض، أنت سينجيك الله. نعم، عندنا قصص من زلازل نجاهم الله وهدم كل شيء. عندنا قصص من كل شيء، من كل الأنواع، من أمراض، زواج، طلاق، حياة، إكراميات، قضاء دين، تجارات تعود، كل شيء يعود، أراضي معطلة، حرمان، كليات حل بالاستغفار. يلا شد حالك وأمر أهلك بالمعروف. نعم، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت بلغ، أنت أمر، عشان لا يستجيب الله لمن لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا يستجيب، ستدعوه وتدعوه لا يستجيب. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وليش كان الله يسلط عليكم عذاب لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب. قل أولادك صلوا، خلص أنت حثهن، ما تحمل سيف عليهن، حثهن إنه يلبسوا اللبس الجميل يعني الشرعي، حثهن إنه المكارم الأخلاق، لكن أنت بدأ حسن بأخلاقك، إن شاء الله يقبل يعطيك إنه أولادك يصيروا يصلوا ويتوبوا والأمور تتحسن. أنت حسن أمورك، وكان أبوهما صالحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص لا تنتهي، بالآلاف، بل بآلاف مؤلفة من القصص دونوها أصحابها، ونحن نخرجها لكم في هذا جروب التليجرام، وعلى قصص المستغفرين على القنوات التي ستكون مرفقة في صندوق الوصف، يعني بالتعليق الأول عندما تنزل هذه الحلقة، وكل حلقة بالتعليق الأول ستجد الحلقات. نتكلم عن الاستغفار وقصص المستغفرين وكيف الطريق وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.